ودي بتتفتح منين دي؟ تفتكر هيشتغل على طول ولا هيبيتنا جنبه؟ يا باشمهندس، أنا كنت عامل حساب على موقع الأغاني وناسي الباسورد، ممكن تجينها لي؟ انت فاهم احنا داخلين على ايه؟ لا. انا تعبان. أنتم على موعد مع حضرة الناظر. انا بشتغل IT، عايش وسط أجهزة وكابلات وبرامج، وكل ثانية حاجة جديدة بتزيد في شغلي ولازم أعرفها. كل ثانية أجهزة جديدة وبرامج جديدة وتحديثات جديدة لبرامج قديمة. أنا تعبان. جربت تاخد أجازة وتسافر عشان تفصل؟ حضرت السيرفرات؟ جاهزين. انت نزلت الابديت؟ نزلته. تفتكر هيشتغل على طول ولا هيبيتنا جنبه؟ من إمتى في حاجة اشتغلت على طول؟ طبعا هيبيتنا جنبه. الله يطمنك. مش ده المهم. المهم الصبح لما الناس تيجي تشتغل وتلاقي إن في حاجات جديدة. انا بنام احلم بكوابيس، اللي هيقولك الجهاز باظ، واللي هيقولك فين البيانات، واللي هيقولك الحقني مش لاقي الايقونة، ولا الباسورد بقى هيكتبوها أول مرة في التحديث الجديد. انت فاهم احنا داخلين على ايه؟ يا اخي قلتلك ما تفكرنيش. أنظمة وبرامج جديدة مع كل صباح، وكل جديد خلفه حكايات وحكايات مع موظف IT. ألو، الصيانة معايا؟ IT معاك يا أستاذة؟ لو سمحت، الشاشة سودة. اللمبة اللي جنب الشاشة تحت منورة؟ لا. طب سامعة صوت الجهاز؟ أيوة. الشاشة مقفولة يا مدام، افتحيها. ودي بتتفتح منين دي؟ من الزرار اللي جنب اللمبة. ودي إيه اللي قفلها؟ ممكن تكون إيدك جت على الزرار بالغلط ولا حاجة. لا، لا يمكن، مستحيل، أنا ما قربتش من الشاشة. حضرتك حاطة سندوتش الطعمية جنب الزرار، صح؟ أيوة صح. وانتي بقى بتحطي السندوتش جنب الزرار، بتدوسي عليه بالسندوتش وبتقفليه، حتى هتلاقي الزرار مزيت. طب وانت عرفت منين؟ انت شايفني؟ ما هو ده اللي بيحصل كل يوم يا أستاذة، بس ما كناش بنقولك. كنا بنقولك إيدك جت عليه بالغلط. هو الفرق بس إن السندوتش ساعات بيبقى طعمية وساعات بيبقى بطاطس صوابع. طب ممكن تيجي تفتح لي الشاشة عشان أنا مش عارفة أفتحها؟ فوق كل ده لازم أبقى عارف كل حاجة عن موظفين الشركة اللي أنا شغال فيها عشان أفهم هما بيقولوا إيه، لأنهم طبعاً كل واحد فيهم بيوصف المشكلة بطريقته الخاصة. إزاي يعني؟ يعني مثلاً في موظف يقول لي الباسورد مش شغالة، فأفهم إنه بيكتبها غلط. وفي واحد تاني يقول لي البرنامج مش سامح لي أكتب الباسورد، فأفهم إنه مش ضاغط على الخانة اللي المفروض يكتب فيها الباسورد. وواحد تاني يقول لي كل ما أجي أكتب الباسورد تطلع لي رسالة، فأفهم إنه بيكتبها بالعربي والبرنامج مش بيقبل كتابة العربي في خانة الباسورد. المشكلة إن الناس بتشوف لاتنكين وبتكرهنا. أنا مكروه، مع إني برغم كل حاجة بيعملوها فيا بتعامل معاهم بمنتهى الهدوء وضبط النفس. طب ما تجرب مرة تسيبهم يحلوا المشكلة لوحدهم ويعتمدوا على نفسهم. موظف IT ذلك الرجل الذي تصدى للمشكلات بنفسه وقام بحلها، فأصبح الجميع يعتمد عليه في كل شيء، وتلك الاعتمادية أرهقت الجميع. بقولك يا هندسة، أنا جمعت جهاز من المول للواد، بس الألعاب بتاعته مش شغالة عليه، ممكن أجيبهولك تشوفه لنا؟ لو سمحت، صفحة بوتيك بسنت اللي تحت البيت عندي مش شغالة، ممكن تشوفها لي؟ يا باشمهندس، أنا كنت عامل حساب على موقع الأغاني وناسي الباسورد، ممكن تجينها لي؟ لو سمحت، أنا اشتريت موبايل جديد وعايزة أركب له سكرينة. ده أنا بحقق لهم أحلامهم. دول بيكلموني في كل حاجة، كل حاجة. مشاكل أجهزة كمبيوتر، مشاكل برامج، حتى مشاكل الموبايلات. ده أنا بنزل لهم واتساب وفيسبوك وبعمل لهم أكاونتات على الانستجرام. تصدق مرة المية قطعت 5 دقايق في الشركة، 2 من الموظفين كلموني وقالوا لي مش انتوا IT؟ حلوها. جربت تقفل المحبس وتفتحه تاني؟ إنه الرجل الذي يعرف كل شيء له أزرار وتحركه الكهرباء، حتى لو كان بوتاجاز أو مروحة سقف، وبالطبع يمكنه القيام بإصلاح المحمول. إن فعلها سيكون قد قام بدوره أمام البعض، وإن لم يفعلها فسيكون IT السخيف.